السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس جديد، وهو درس مرتبط بالداتا شيت أو بالمعالجات بوجه عام. النهاردة هنتكلم عن داتا شيت أو معالجات زي على سبيل المثال البلوك دايجرام لمعالجات ميدياتك MT 6735، أو بلوك دايجرام لمعالج ميدياتك MT 6797، أو بلوك دايجرام ودوت مأخوذ من المخطط عموما ل 6768. هنتكلم النهاردة من حيث بروتوكولات التخاطب ما بين الدوائر والمعالج والايسات. اول حاجة هنتكلم عليها وهو بروتوكول الاي تو سي، وده اكتر بروتوكول مهم بالنسبة لنا. ايه هو بروتوكول الاي تو سي؟ بروتوكول الاي تو سي هو بالمختصر المفيد انتر انتجريتد سيركت، او الدوائر المتكاملة. دي اول حاجة. طيب الاي تو سي معروف بهو واجهة تسمح بنقل البيانات بين الدوائر الاخرى والتزامن بينها. طيب من اهم الدوائر التي يعمل بها بروتوكول الاي تو سي مع المعالج دايرة الاي كومباس، اللي هي دايرة الجي بي اس او سنسور الجي بي اس. تاني دايرة بالنسبة لنا دايرة ال سي ام او دايرة التاتش سكرين. تالت دايرة بالنسبة لنا دايرة الكاميرا. رابع الدوائر بالنسبة لنا دايرة ال NFC. خامس دايرة بالنسبة لنا الجي سنسور، والجي سنسور ده خاص بان احنا النهاردة نقدر نحدد مكان الهاتف من خلال الجي سنسور. دايرة السادسة وهي دايرة الإضاءة ALS أو BS. دايرة الباك والفرونت فلاش. دايرة الشحن أو تشارجر. دايرة موبايل هاي ديفينيشن لينك. والدايرة اللي بعد كده دايرة البلوتوث والواي فاي، وهكذا. عندنا تاني بروتوكول بيقابلنا وهو بروتوكول البي اس اي، وده بروتوكول تخاطب بين المعالج والمتحكم في الاتصال اللاسلكي، بالمختصر الترانسيفر. بتكون طريقة التخاطب ما بينهم عن طريق الهوست والترانسيفر من خلال بي اس اي، عن طريق ان واوت او انبوت واوتبوت للداتا، من خلال 5 خطوط مهمين جدا. اول خط اللي هو بي اس اي انترفيس. تاني خط بي اس اي سي كي. تالت خط بي اس اي داتا 0 وداتا 1 وداتا 2. تمام. كل خط من الخطوط ديت ليه دور. اول حاجة خط البي اس اي انترفيس، وهو دوره عمل انيبل ما بين الاي سي، هو المسؤول عن انيبل، وبيكون ممتد الفولت 1.8 من اي سي الباور. تاني خط السي كي او بي اس اي كلوك، وده خط مسؤول عن التزامن
ما بين البيانات والمراسلات ما بين المعالج والترانسيفر، وبيستمد فولتيته من الاي سي الباور بقيمة فولت 1.8 فولت. الخط الثالث وهو الداتا زيرو، وده مسؤول عن الانبوت والاوتبوت للداتا، كذلك داتا 1 وداتا 2. أرجو إني أكون وصلت جزء من المعلومة. إن شاء الله هنكمل باقي البروتوكولات في محاضرات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.